السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هقدم لكم وصفة لتوحيد جسم العروسة او السيدات كافة يعني. طبعا الوش بيكون يختلف شكله عن الجسم من جوه. يكون جسمك من جوه ابيض ومفهوش اي ازعاج، لكن الوش مع الاستمرار الخروج في الشارع في الشمس بتبقى الوش بيبقى لون تاني غير الموجود في الجسم. انا جايبه لكم وصفه هتوحد لون الوش بالجسم، ودي برضو هتبيض البشره في خلال 4 دقايق. الوصفه دي زي ما انا عودتكم انها هتكون برضو من البيت ومتناول الايد. الوصفه اهي. هنجيب البن العادي بتاعنا اللي هو البن اللي بنشربه ده سادة. هنجيب نص معلقة بن على نص معلقة سكر التحلية بتاعنا العادي، على معلقة زيت زيتون، على معلقة زيت زيتون. هنخلط الجميع كله على بعضه كده. لحد ما خليناه بالشكل ده. طبعا انت هتفضل تقلبي فيه كده اهو لحد كل ما يتجانس مع بعضه. هتمسكي المخلوط دهوت اهو، يعتبر كده برضو لسه ناشف. تفركي فيه كده اهو لحد ما السكر يدوب مع زيت الزيتون والقهوة. لو نحط مثلا نص معلقة زيت زيتون تاني برضو مش مشكلة يعني. المهم ان هو ايه، عشان ما بتحطلوش اي مية ولا اي حاجة، بس كده زيت الزيتون والسكر والقهوة. طبعا الحاجات دي فعالة جدا لتفتيح البشرة بشكل رهيب، ودي وصفات مجربة كلها ومفيدة جدا. هتمسكي دي طبعا دي لعمل ماسك واحد. تاخدي كمية كده اهو بايدك وتدهني على وشك كله، تاخديه من تحت لفوق، تخليه على وشك، ما تفركيش فيه وتدعكيش فيه ولا اي حاجة، تخليه على وشك زي 10 دقايق. بعد 10 دقايق تغسلي وشك على طول بالمية الباردة، مية الحنفية العادية يعني. دي الوصفة دي هتخلي وشك ابيض مثل جسمك بالظبط من جوه. هتشيل كل شيء، مش هقول لك يعني الرؤوس السوداء او الهالات او الحاجات، لا، ده هتخلي وشك نقي وابيض جدا. مسافة 10 دقايق هتلقي كل مشاكل وشك انتهت. هتعمل الوصفة دي يوم واليوم التاني ما تعمليش، هتعمل يوم عشان تدي وشك راحة يعني. هتبص تلقي نفسك مجرد ما انت خلصتي ال10 دقايق اللي انت هتحطيهم على وشك وانت بتغسل وشك، هتلقي النتيجة باهرة جدا وهتشوف الفرق بنفسك. وطبعا هتشكريني، ويا رب تكون وصفاتي سهلة وسريعة. وانا بعد كده يعني هنتكلم في مواضيع ان شاء الله. انا هعرض عليكم وتشوف يعني تعليقاتكم، هل انتوا هتوافقوا بيه الكلام ده. انا هعرض عليكم ان احنا هنتكلم مع بعضينا برنامج هنخليه اسمه كلامنا بمنتهى الصراحة او كلامنا بالعربي. دي كل اي حد عنده مشكلة، اي حد عنده سؤال، اي حد عنده استفسار يبعت لي انا على التعليقات وانا هرد عليه. وهخلي فيديو كامل للرد على تعليقاتكم وعلى سؤالاتكم اللي انتوا بتسألوني عليه. طبعا السن والعمر اللي خبرة، سواء كانت بنوتة أمورة، خطوبة، جواز، مشاكل أسرية، علاقات أسرية، علاقات حميمة، كل انواع المشاكل الخاصة عندك في بيتك اطرحيها عليا وهنحلها مع بعضينا، بحيث ان اسرتنا وبيتنا واولادنا يبقى كلهم في سعادة ومفيش اي مشاكل، وانت نفسيتك وراحتك النفسية تبقى اهم شيء. لازم نحل المشاكل مع بعضينا. واذا انتم موافقين ان احنا نعمل حلقة كاملة او برنامج كامل لحل مشاكل الاسرة مع بعضينا، سواء اطفال، اولاد، شباب، بنات،
أزواج، علاقات زوجية، علاقات حميمة، كل مشاكل اللي تخص الأسرة، عشان نبدأ حياتنا مع بعضينا بولادنا بأزواجنا، في حياتنا بأصدقائنا، في شغلنا، في كل مكان، حياة آمنة ومستريحة وما فيش أي مشاكل فيها. وأنا برضو قلت لكم إن السن بيبقى فيه خبرة، والتجارب برضو الإنسان بيبقى فيه خبرة في التجارب اللي مرت بحياته. وبرضو هرد عليكم ردود علمية، ردود يعني متاخدة من أبحاث استمرار البيت والأسرة السعيدة والكلام دي. مش هجيب حاجة من دماغي، بس هنكون مع بعضينا خطوة بخطوة، وإن شاء الله يا رب يكون البرنامج دي يفيدني ويفيدكم. وبرضو إذا ما عجبكمش الحل ده برضو قولولي، وأنا خليني معاكم بالطريقة اللي انتوا تعوزوها وتريدوها مني. وأنا والله بحبكم وعايزالكم كل المصالح اللي فيها خير وسعادة، ويا رب دايما نكونوا بخير وسعادة يا رب، وما يحرمني منكم أبدا. وبارك الله فيكم في تعليقاتكم واشتراكاتكم ودعاءاتكم لي، وأنا بحبكم خالص، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.